السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في ميني فلوغ. نشارك معكم ان شاء الله في الغداء ديالي، كذلك كيكه او تورته طبقات بكريمه، مقاديرهم مضبوطه وشي حاجه اللي زوينه بزاف. تنتمنى ان شاء الله الفلوغ ديال اليوم او الميني فلوغ ينال الاعجاب ديالكم. نبداو على بركه الله. اول حاجه وجدت الخبز خليته يخمر، ندوز هنا الطاجين اللي غنديرو ان شاء الله بعد الكفيته ديال هذا. نضيف ليها البصله ومطيشه والتوابل العاديه، شويه ديال الربيع ومليحه، الزيت من طبيعه الحال، او تنقصوا على الطاجين او تنخليوه هكا تنجهدوا عليه في الاول تتيبان لينا تيغلي، تنقصوا عليه نخليوه يطيب على مهلو، تيجينا واحد الطويجين معلك. بهذه الطريقه هذه تنكون هنايا وجدت الغدا ديالي رافقته بهذاك الخبز وسلطه مغربيه. تندوز مباشره جبت الكيك. فاول حاجه قبيصه الملحه، فانيا، جوج ياغورت، 4 البيضات، كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب زيت، وجوج ساشيات كاكاو. ندمجو مزيان العناصر، ندخلو الدقيق تدريجيا. تنضيفو جوج خمارات من فئه 8 غرام. تيكون الخليط ديال الكيك خفيف شي شويه باش تجينا مناسبه هكا لهاد الكيك. وهنايا تندير الكريمه بعد ما سقيت هذيك الكيكه ديالي بالحليب. تندير الكريمه اللي فيها السيترو ديال الحليب، جوج معلقات فورس، كذلك 2 معالق سكر سنيده. في الاخر فاش توجد تنضيف لها الكوك والياغورت. فهنا تتكون واجده. تنمشي نوجد الكريمه الثانيه، نفس المقادير بالنسبه للحليب والدقيق والسكر. تنضيف لها كاضافه اخرى الكاكاو وهاد الزريعه اللي شفتوا معايا. بعد ما توجد تنطبقها على الكيك او على الطبقه الثانيه اللي درنا في الاول. بعد ما تكون شدت في راسها تتكون الكيكه ديالي وجدات بهاد العناصر، وبصحه وراحه.